تلعب عليك. لا يا عمي. يعني اكو واحد يربط بدي وشيش انا ربطت. تلعب عمي تلعب. يلا اقلب. انت شنو حمدين؟ ديب ابعث لكم. طلع مو بس ناشور. علي دقيقة يا جماعة دقيقة. يا عم رايحين. دقيقة صوتكم واصل لذاك الصبح. انت احكي بالتليفون. اوه احنا 12. الو. هلا عيني، اهلا وسهلا. اي انا رحيم، تفضل. ها؟ يا هلا ومرحبا. اي زين. هو بس هيكل. اي سهله. العفو، الاسم بالخير. وليد. يا هلا، عاشت الاسامي. اخ وليد، باكر الصبح اجيك حتى اشوف المكان ايش قد يكلف، ايش نجيب مواد. لا انت بس اعطيني العنوان انا اجي. اي بكيفك. تريدني هسه اجيب رسم الخدمه؟ اي تؤمر، بس اعطيني العنوان. اي عندله. اي سهله. يابا ماشي يلا مع السلامة. هسه جايك. يلا مع السلامة. هذه أم نسرين، كل أهل المحلة يعرفوها ويحبوها. أرملة من زمان وما عندها غير بنية مقعدة، وهذا أبو فتحي صاحب الدكان الوحيد بالمحلة، رجل طيب عنده بنات من الزوجات هن مروة وسارة. وهذه دلال بنت أم عصام عندها أخ واحد اسمه عصام، وأمها الحجية أم عصام. دلال شايلة البيت شيل،
ويسموها شمعة المحلة. وهذا بيت أم سلام، اسم على غير مسمى، 24 ساعة مشاكل وهوسة، وصوتهم مسموع، وخصوصا إذا أم سلام ما موجودة. عايشين كلهم بهذا البيت، ولدها ونسوانهم وجهالهم. وهذه الست سعاد مديرة المدرسة المتوسطة للبنات، وهذني بناتها رشا ورانيا. بنات الست سعاد الدنيا مخبوصة عليهن، يقولون كلش حلوات، وأني أشوفهن طبيعيات ما بيهن شي مميز، بس مغرورات ومتكبرات على شنو ما أعرف. المهم هن يشتغلن بمصرف كلش كبير، والأرسان عليهن هواية، بس هن يتدللن ويتعززن ويقولن بعد وقت. وأكو بعد بمحلتنا علاوي وزوجته، بعدين راح نتعرف عليهم. صباح الخير استاذ حمدي. هلا بدري. بشر، شنو الاخبار؟ جماعة اليوم راح يسلمون البضاعة. اسمع دريد، ترى أنا خلقي مو طويل، صبري إلى حدود. شوف لي جماعة غير هذا مجيد جرادة وربعه، دولة قاموا يتبطرون، شافوا فلوس صاروا تنابل. استاذ حمدي انت تؤمر ما يكون خاطرك الا طيب، بس هالايام الشرطة مفتحين عيونهم كلش هواي، والطريق في سيطرات هواي، يعني مو ذنب. وشنو يعني؟ شنو الجديد؟ شنو اللي تغير؟ اصلا الوضع الامني هسه اسوأ من قبل. دريت، هذا يفيدنا ان اقدر اشتغل براحتي. اهم شيء راحتك استاذ حمدي، كلامك اوامر. زين، اتصل لي بالجماعه شوف شنو طلباتهم، ومثل ما فهمتك صير كلش حايز. اي لقاء بالمكتب ما اريد، مكتب خليه بعيد نظيف، ترى هواي عيون علينا، لقاءاتنا كلها راح تصير هنا. دريت، اي شيء بالتليفون ما اريد اسمع، اخابرك تخابرني السلام عليكم وعليكم السلام باكر الساعه الفلانيه، يعني وين؟ يعني هنا. اي شيء غير هذا بالتليفون ما مقبول، فهمت؟ مفهوم استاذ. بعدين انا حريص اكثر مما تتصور. بلغهم خلي يفتحون عيونهم كل الزين، ترى هاي البضاعة مهمة، كلش مهمة، خصوصا بالنسبة لي. الختم الاسطواني
عزيز، أصدقائنا الإنجليز عندهم الختم الأسطواني بجفة وكل آثار الجفة ثانية. دريت هاي نحكي على فلوس هواية دافعين بيها مبالغ ثقيلة. عمرك استاذ، انا اريدك ترتاح بس شنو؟ يعني اذا ما قدروا اليوم يوصلون البضاعه شلون؟ ليش ما يوصلون؟ وما تكون الطرق متراقبه. اسمع دريت، ما اريد اي اعذار. اليوم باي شكل من الاشكال البضاعه توصل للمنطقه، افتهمت؟ صباح الخير استاذ. اهلا حجي، صباح الخير. حجي الله يسمع منك، عمك ابو فتحي صاحب هذا الدكان وبيتي بصف الدكان. يا اهلا وسهلا بك، انا وليد عبد الله مهندس مدني. يا اهلا وسهلا حضرة المهندس وليد. قل لي استاذ وليد، حضرتك اللي اشتريت هذا الهيكل من ابو اسماعيل؟ اي والله عمي، شفت سعره شويه مناسب واشتريته، وهسه دا انتظر الخلفه. قل لي راح تعطيها قباله لو تعطيها اجور يوميه لهذا اللباخ؟ والله عم ابو فتحي انا مو فارغ، تعرف مهندس وبدائره وعندي افادات وشغل، وما عندي وقت للهوسه مال التشطيبات واللبوخ والعماله. اني حاضر، عمك ابو فتحي ايش تحتاج؟ اي شيء تحتاج اني جارك هنا، هذا بيتي وليدي، مو بس اللباخ، اي شيء تحتاج اني بالوجود موجود يمك. اشكرك عمي ممنون، ما تقصر، بس خلينا نشوف الرجال شو يقول ونقرر. اي براحتك وليدي. عن اذنك عمي. اي يابا خذ راحتك. الو، هلا وشلونك؟ شلون الصحة؟ اني زين. لا اني هسه من الهيكل واقف دا انتظر خلفه. المهم انت شو اخبارك بشريني؟ انطيني مجال شوية وليد، الموضوع ما صار له هواية حتى افتحه هسه وياهم، واني متأكدة راح يرفضون الموضوع مرة ثانية. احتمال إذا بديت تكمل البيت نظرتهم راح تختلف إلك وللموضوع. اسمع السوالف، لو ابني مكان البيت 10 واهلي لو بعدهم عايشين، اهلي كم كان لقوا عذر من جوا القاع ورفضوني. هذا الوطن اللي كان يحكي عنه ابوك يقول لي ما عندك وطن، بنيناه، شنو الحجه بعد؟ زين حبيبتي زين، انا تاخرت هسه، بعدين اخبرك، يلا مع السلامه. قل لي استاذ وليد، انت ناوي تبني طابق ثاني ان شاء الله؟ والله عمي انت مثل والدي، على قد الفلوس، اذا كفت ابني واذا ما كفت تبقي قاط واحد. ان شاء الله تكفي. قل لي هذا الخلفه مالتك اشو تاخر؟ اي والله تاخر، وايد تاخر. هلا اشوفه وين صار. هاي صايره دايره 3 ساعات صار لي مطلوب هنا، انا ارد اعبر من الكرخ للرصافه ما اقدر. وين صايره؟ هسه لو عابر مشي ان كان وصلت. عملوا شوف العالم يقعدون ديش يقولوا قمعوعي حتى يوصلون الدوام. شلون شغله هاي؟ اوه الو، هلا استاذ وليد، هلا عيني، والله بالازدحام فدست ماكو، واقفين 3 ساعات صار لنا واقفين. اي ايش اسوي يا اخي، ايش اسوي؟ مو بيدي والله، انا جايك يا بس وليد، جايك اني بالطريق. اي بس ازدحام ملظومه لظم. اي والله 3 ساعات تقريبا صار لنا، مو يابا 3 ساعات، 3 ساعات واقفين. اي لا جايك ان شاء الله، ان شاء الله. تدعي لنا بلكة ينفتح السير، يمشي، يخف الازدحام. قول يلا يلا عيني، مع السلامة، الله وياك.
اهلا دريد. لا احنا البارحه ما قدرنا، الطرق كانت مسدوده وهسه احنا بالبستان وهاي محطتنا الاخيره. اكيد اليوم نوصل لحدود الاردن، واحنا انتظرنا هذا اليوم يصير تراب حتى يستر علينا. من توصلون حدود الاردن خابروني. صار معلوم بس راح نطول شويه. جيد، بس مثل ما فهمتك اول ما توصلون للحدود الاردنيه تتصلون بي، لان اكو شخص راح يستلم منكم البضاعه اردني اسمه فهد. صار عيني صار، بس احنا لازم نغير اتفاقنا لان شغلتكم طلعت كلش ثقيله. تدلل جراده انت وجماعتك، كلام شرف. دا اقول لك كلام شرف، واحنا شرفنا غالي. محروس. شو يريد جراده؟ يريد زياده على المبلغ هو وجماعته. سهله، انطيه. شو يريد انطيه؟ اخبار دريد، هاي البضاعه عزيزه علي. بيدي هاي شلتها من المتحف يوم السقوط. طب المتحف واختار، عبرنا هواي آثار، بس هاي آخر وجبة آثار تطلع برا، ولهذا انطيه. شي يريد انطيه. تؤمر استاذ. Hello, Mr. William. I'm missing you. I'm glad to hear you. No. Don't worry. Everything is okay. I have the control. Believe me, sir. Yeah. It will be with you today with our friend Mr. Fahad. Any change in our plan, I'll be in touch with you. Say, don't worry. I take care about everything. I have the control. As you like. As you like, sir. Bye. لك دريد، مستر ويليام مستعجل كلش، واحتمال يسافر للأردن اليوم. يريد يشوف البضاعة بعينه. سهل استاذ. جراده لح عليهم، لان هالمره المجازفه بس علينا، والاتفاق لازم يتغير، والفلوس لازم تتغير لان البضاعه كلش ثقيله. لك جدو لا تخاف، المبلغ اللي اطلبه راح يتنفذ. المهم نطلع من هاي البستان حتى نوصل التله وتنتظرنا سياره هناك توصلنا لحدود الاردن وتنتهي العمليه. الجراده من تمنيت ويانا بهاي العمليه. منو؟ علاوي. اي والله، بس علاوي اختفى، حتى تليفونه غيره. يلا شباب ليفوتنا الوقت. مبروك على نجاح العملية دكتورة. شكرا جميلة، مبروك للجميع. أنا أستغرب من كلامك هذا، لأن مهنتك لها علاقة بالإنسانية. أنا قمة بالإنسانية بنتي، بس هذا ما يمنع أنا أعرف مصلحتك أكثر منك. أنا ما دا أفتهم شلون وحدة مثقفة مثلك ومن عائلة كلها أطباء ومهندسين وعلماء تفكر ترتبط بواحد تقريبا
لا أصل لا فصل. ماما، وليد مو بلا أصل ولا فصل. وليد يتيم 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 وبس، واليتم لا عيب ولا عار، ويا مكثر اليتامى ببلدنا، وانتي بعينك تشوفيهم بالمستشفيات. عد من يجي أبوك من السفر وتقولي له هذا الحكي، شوفي ايش راح يقول لك. وهذا الشاي استاذ وليد. اشكرك عم ابو فتحي، ليش كلفت نفسك؟ عمي ماكو تكليف وليدي. اقول استاذ وليد، هذا الهيكل راح تبني بيه غرفه للجهال. يا جهال؟ جهاله غير ابو فتحي، أنا ما عندي جهال. لا الله كريم وليدي، كل شيء بإرادة الله سبحانه وتعالى. ونعما بالله، بس مو هاي المشكلة. ابني، إذا الله ما كاتب قسمه لهاي المسكينة يصير عندها جهال، مروة وين المي بنتي؟ ترى اكو بنات حمولة يصير عندهن جهال. مو هاي المشكلة عم ابو فتحي. لا شنو المشكلة؟ بس أنا أصلا ما متزوج عم ابو فتحي. ما متزوج؟ وهاي أيضا أهم مشكلة، وهاي أسهل منها ماكو، وحلها يم عمك أبو فتحي. إن شاء الله عم ابو فتحي إن شاء الله. ها ماما فادية، على خير. خابرتني سلاف ضايجة وقالت نطلع نشتم شوية هوا. ليش ما قلتي تيجي هنا يمك؟ احنا بيتنا هم مثلهم، ما بي شباب. ماما، دا اقول لك البنية مختنقة، يعني تطلع من بيت تدخل البيت؟ صار يما صار. شلون نسيتيني؟ رامي خابر ويسلم عليك كلش هواية. ليش ما قلتي له يحكي وياي بالتليفون؟ مو تدرين قلبي مثل النار عليه؟ ماما ادري قلبك مثل النار عليه، بس هسه هو مسافر غير ولاية، اسبوع يرجع، من يرجع خليش تتصلين بيه. زين ما قلتي له سوى على موضوع الفيزياء؟ لا ما سألته، وما اريد اسأله، ما يهمني، وهذا الموضوع انسيه، ماكو فايدة مني. لا اكو فايدة، وهذا الشيء مو انت تقرريه. يوم هاي حياتي، واني اقرر وين اعيش ويا من. اما مال اصير لاجئة انسانية، فهاي شيليها من بالك، مستحيل. انت براحتك، تردين ترحين لاجئة، ترحين يم ابنك بامريكا، غير دولة شي يخصك. أنا ما أعوف العراق، افتهميها يوم كافي، عاد ما أعوف العراق. أم فادية، شلون صرتي؟ صار جيتك. فادية، أهلي مدى يقتنعون بوليد، راح يخبلوني. ووليد ظروفه كلش صعبة، ومع ذلك سوى سلفة بضمان وظيفته على مود يشتري الهيكل ويكمله ويكون له سكنه المستقل ويطلع من بيت ابن خاله. والمشكلة الأكبر إنه هو متأمل إنه هذا الشيء راح يغير من نظرة أهلي إله. وأنتي هم متأملة بهذا الشيء؟ ما أدري يا فادية، هذا السؤال كلش امتعبني. لين تحسين بهذا السؤال بيشي من الواقع، أنت لازم تتخذين قرار تساعدين بيه وليد. شلون؟ أنا جربت كل شيء ورأيهم هو ضغط عليهم، لحي دائما فتح الموضوع، وخاصة أبوك. أبويا؟ هو وين أبويا؟ هو أنا أصلا شايفته؟ صار لي أكثر من شهر ما شايفته، لأن هو لو بالمستشفى لو بالعيادة لو مسافر. وأمي، آخ من أمي، ما تجوز من نبرة صوتها المتعالية. عبالك أنا مريضة عندها مو بتها. وفراس أخوك ما إله رأي بالموضوع؟ فراس، خلينا نكون واقعيين فداوي. فراس إذا مو بآخر الدنيا يعني بدنيا ثانية. أصلاً مشاكلنا صارت بالنسبة إلى روتينية ومملة،
ولو ما احتياجه للفلوس على مود الدراسة من بابا وماما كان حتى قطع أي صلة بينا. هاي شنو؟ يعني معقولة كل واحد يسافر برا العراق ينسى أهله ويستصغرهم وما يهتم بيهم؟ هذا أخوك أكيد بيه خلل. المهم حبيبتي لا تأيسين من شيء، كل شيء له حل. المهم اعذريني أنا ضوجتك بمشاكلي ونسيت حتى أسألك أنت شخبارك. قولي لي أكو شيء جديد؟ شخباري؟ أنا وأنت نفس الشيء، تخرجنا وما شاء الله عطالة بطالة. إيه هاي أعرف بيها، كل الشباب عطالة بطالة، لأن نص البنات بالبيوت والشباب شايلين جدائر يبيعون ويفترون، لأن هالوقت التدخين كثر. أنا أسألش عن شيء ثاني، عن العرسان، أكو شيء جديد؟ ليش هي البطالة؟ خلي واحد يعرس. ما شاء الله، يلا الحمد لله والشكر. يومية يومية تمن ومرض. والله لو يفوت حرامي ويشوفنا ويشوف هالمطبخ والتأثيث ويقول هذول مليونيرية، يصدق احنا عايشين على الراتب مالت والدي التقاعد. لا إله إلا الله. يا أمي هسه أنت أخذت الفلوس كلها ورممت البيت وأثثتي، أخذت الفلوس وخلصيها كلها وفوقها هسه تلحين على أخويا تعال الزوج. زين منين فلوس؟ يلا الله يكرمك. يوم الغدا يوم عصام انزل الغدا ليبرد. الله يخليك بنتي. اقول عصام وين؟ عصام صحت له هسه يجي. جيت انا جيت. اكيد تنتظروني. يلا بسم الله. يوم هذا اكلك بلا ملح ولا دهن. والله يا يمه الاكل صاير ما له معنى عندي، لا ريحه ولا طعم. الله يكون بعونك يوم، بس صحتك هم لها حق عليك. اخ منك يوم، بس لتروحين تاكلين من ورايا. اعرفك هذا الاكل تحبيه انتي. لا عاد كلها الا هاي الحجيه ما تقدر تسوي شيء، لانه بس الزاغل يدق جرس الضغط والسكر. عصام سويت على موضوع الكيه؟ والله يا امي الشغله ما ترهم. ليش؟ مو كنت انت هوايه باني امال عليها؟ تريدين الصدق؟ انا كنت باني امال على شهادتي علوم الكيمياء تخصصي. ما صار شي عصومي، انت كنت باني امال على الكيمياء، هسه دا تبني امال على الكيه، ماكو فرق بيناتهم، كيه وكيمياء، بس هالحرفين ميم وياء. والله يا دلة شر البلية ما يضحك. المهم انا هسه المبلغ اللي عندي ما يكفي، والكيات هم صايره ما تتحكى، كلها بدفتر وبدفترين. والحل شنو ابني؟ يعني راح تلغي فكره الكيه؟ زين ايش راح تشتغل؟ والله يا عمي ما ادري. لا تحير عصوم اللي تحير، الله يدبر لك اياها. ونعم بالله. زين هسه عوف موضوع الكيه. موضوع ازهار بنت خالك جابر، ايش قررت عليها؟ والله يا امي ازهار خوش بنيه، امنا بالله، بس انا هسه وضعيتي مو هالزواج. انت شلون تريديني افكر بهذا الموضوع؟ ادري ابني ادري، قابل احنا ميتين من الجوع،
هي بنت أخويا ومن لحمي ومن دمي، ونقدر نمون عليها. والحمد لله والشكر عندنا التقاعد مال أبوك الله يرحمه، يعني نقدر ندبر نفسنا من لما الله يفرجها. بعدين أنت الأثاث مالك كامل وغرفتك كلها كاملة، يعني ما عايزنا شيء بس نجيب العروس. الله كريم يوم، الله كريم. بس انطيني وقت شوية أرتب أموري، لأنه الموضوع مو بهاي السهولة اللي تقولي. ابني إذا أريد نصعب الأمور نصعبها، وإذا أريد نسهلها الله ييسر الأمور ويسهلها. تفاءلوا بالخير تجدوه. ابني عصام، أنا أريد أشوف جهالك يمه. أشو الدنيا ما أدري شلون صايرة، ما أدري بعد لحظة ايش راح يصير بينا، الدنيا عباك راح تنقلب بينا. عمرش طويل يوم، إن شاء الله تشوفيهم وتملين من شوفتهم. الله يسمع منك ابني، الله يسمع إن شاء الله. همين تراب، أبي تراب ما يخلص. الله يا ولادي تيد الصدوق، اي مشبه عليك. انا لو بيدي مو اكل راسك، لا اكل راس كل ولد المحل. ليش يمه؟ ايش بيك ولك خايف؟ انت زلمه. صار جرالة صار. اريدك باكر من الصبح تطلع توصي على السماد. خطيئة كل ما يشيل البيت يشيلوه. بعد ما تخلص العملية بسلام أرشح نفسي للانتخابات. لا بالله مبينة ما تجي، صار لي ساعة أدعي يا رب وتجي يا رب وتجي، وشفتي شلون اجت؟ مو قال ليش تنتظرين يم الاهل؟ يلا امشي وياي. لا مو غريبة، بالعكس أنا جدا سعيدة بزيارتك. الشغلة ما يعود لي بيها نفع ما أسويها. دخل أحصل قرض وأشتري سيارة وبعدين الله كريم. جبت المسواق اللي وصيتك عليه؟